الجزائري بنيدير نجم الدين نمر يعقوبي ندير وسط ميدان يانيس فرحات امين كانو شاهين شتاوي وفي الهجوم محمد علي الصالح زياد ومسلم نتوف المنتخبين. هكذا نريد هذا الديربي ينطلق بصورة تذكارية يبدأ وينتهي في 2009 لما استضافت الجزائر فرادو اللي خرجت بن سرعيني وعطال وبوتاوي ثالوث يلعب في القارة الأوروبية. لاعب المغرب تلعب منطقة الجزائر للجزائر الابعاد للكرة يتم مرة للصالح الفريق الجزائري خروج الحارس بن غسيل حارس مرمى المغرب محمد حموني يرفع كورة حموني منطقة الجزائر والدفاع ترجع برمي كرة عرضية منطقة الجزائر محاولات للمغرب محمد حموني كثير هذا طوف ينطلق بالكرة هذا طوف اخسر الكرة تعود حموني ناير ايمن يتحول لبوغيسان للامام ينطلق معاد لا وجود الشيء ضربة مرمى تحول ظهير ايمن من المنتخب المغربي للهجوم في هذه اللقطة اي شغل هذا هكذا يقول حكم المباراة الليبي المبروك محمد كذا يفاجئ حماش فكرة ممتازة من شاكير استلم سدد سرعة في التفكير من لاعب وسط ميدان الفريق المغربي. شوف هذا كرة عالت العارضة بقليل محاولة من شارب اللاعب كرة للجزائر ترفع كرة باتجاه المرمى عند الحارس في قسنطينة محاولة مغربية والدفاع موجود كذا الجزائر رأسية عند الحارس حمد اللاعب المغربي انطلاقة من الناير يتقدم ناير عرضية والهدف للصالح الفريق المغربي رأسية وسام زكريا كل المنتخب المغربي سجل على طريقة تنسيري الماتادور يمنع تقدم للفريق المغربي كل الغلطة هنا اختلاس الكرة من شرب الناير عرضية من ناير رأسية من خلال وسام بلمسة واحدة كافية للوصول لمرمى الجزائر رأسية رائعة من جانب انصير الجديد من جانب زكريا يضع كرة للشبكة لمسة رائعة من جانب زكريا الموجود في امستردام مع نادي اجاكس خداع حموني ينطلق حموني يحاول مرور حموني ما يمرش كرة ترجع للفريق الجزائري خداع بنيدير امامنا حاول مرور 24 ولكن طاقته من جانب يتحات سهلة عند الحارس الناير واحد لواحد ما يمرش معاه 15 فرحات كرة بالسرقة الاول التصدي موجود تبقى المحاولة قائمة ترجع الفريق المغربي هجمة سريعة ترجع من جديد في وسط ميدان تلعب كرة من العطوف محاولة جزائرية خطيرة الانطلاقة السريعة كرة التعادل الحارس يتصدى طبقة خطيرة أوقفها بن غسيل صالح وجها بوجه ولكن أوقف الشبل هذا الشبل من ذاك الأسد يتألق بن غسيل في سيناريو مكرر قاسم بونو مع اسود الاطلس كرة وقفها الجزائري هذه الكرة خطيرة والدفاع موجود ترجع الكرة الآن بهجمة تضيع الكرة في محاولة مغربية انطلاقة سريعة ممكن ثاني ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة هنا حاول انطلاق حاول المرور ولكن دورة مستندة من كرة نطوف بالكعب عرضية لكن التغطية تتامر الدفاع المغربي تدار تنفيذ الركنية كرة على مستوى الكرة الثاني يدرس السيد بعيدة للصالح منتخب المغرب من اجل الكرة الثانية هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري في اخر صالح الفريق المغربي يضيع على اللاعب معالي هذا نتوف مهاجم القناص كرة حاول إغالة بها الحارس المغربي مصطفى نتوف وكرة عند بن غسيل هو الشوط الأول في إسرائيل كرة عند حموني يرجع في الهجوم كرة تعود للفريق الجزائري عند ناير
كورة معاه يرشحها لوراء الناير، لمسة من جانب آدم الشكير تصل عند حموني، حموني خسرها، تعود للجزائر الآن مرتدة لمنتخب الخضر. هذه كرة طويلة، أنا توف يتحرك لكن أقرب وسام يسدد الحارس. نهاية كرة خطيرة زكريا، وسام جول، وسام دوبيتا، وسام ثنائية زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسام الهداف القادم بقوة. زكريا وسام كان حاضر بداية اللعبة في تدخل صبر اللعب. هو الشماخ، هو الهداف الجديد للكرة المغربية. يدخل الكرة ناير، تبقى الكرة معاه ناير، بداية من حموني بالكعب، ترفع الكرة منطقة الجزاء والدفاع موجود. هذه الكرة منطقة الجزاء والابعاد، منطقة جزاء المغرب تتحول الى ضربة مرمى. ثاني مرة المغرب خطير، منتخب المغرب هذه الكرة بالثاني يلعب كرة بالثاني حول للجزائر. كرة منطقة المغرب والدفاع بالكايد، كرة منطقة الجزاء يستلمها الحارس المحاول التمسك بهذه النتيجة. كرة منطقة جزاء المغرب، أنا توف يمر، أنا توف الخطير، أنا توف عرضية والتصدي في آخر لحظة لإبعاد الكرة. تبقى المحاولة مستمرة. ياسين منطقة الجزاء والحارس بثبات يتألق بن غسيل. الكرات العالية تنتهي عند هذا الحارس، الكرات العالية متمكن من خلالها بن غسيل. الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه الكرة منطقة جزاء المغرب. شهيد زفاف، حموني يتقدم الجلال، حموني معاه الكرة، يمرر، تلعب كرة من جانب بهدف أول عن طريق وسام في الشوط الثاني. الشوط الثاني كرة خطيرة والثالث، الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المرة آدم شاكير، كرة قوية من شاكير يأكد التعب، يأكد الذهاب للمونديال، يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. آدم شاكير في الشبكة، ابتسام في هذه البطولة، كرة عرضية كيفما شاء سددها الشكير، غارت بها حماش 3-0. ثلاثية تفوق المغربي في هذا المواضيع. كرة قوية، شاكير يسدد بقوة، كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي لذهاب منتخب فتيان المغرب. كرة منطقة الفريق الجزائري، محاولة جزائرية الآن المغربي يتوقف عند هدف، ولكن اليوم الفريق المغربي يحقق كرة للمغرب، انطلاقة مغربية والحكم يحتسب خطأ. محمد من كتيبة وانذار في وجه، يأكد من خلال الذهاب للدور القادم الفريق المغربي. محمد رضوان بعيدة على مرمى حماش، وكرة للجزائر. الفريق المغربي تبعد كرة، ترجع عند فتحي، يحاول مرور والحكم هذه المرة يحتسب لمسة يد حنين. هنا فتحي يحاول مرور، حمزة المتوكل لمس بالفعل. التسديد والحارس بن غسيل اوقف طه وصار في النهاية